تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي اليوم الجنرال دارمي مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفدها. بلاغ للقيادة العامة للقوة المسلحة الملكية ذكر أن المسؤولين أعربا خلال هذه المباحثات عن ارتياحهما للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون العريقة، والتي تعززت بشراكة عسكرية استراتيجية تنظمها ترسانة قانونية هامة، من بينها على الخصوص خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020-2030، والموقعة في أكتوبر 2020 بمناسبة زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمغرب. وبعد أن استعرض واقع التعاون الثنائي في مجال الدفاع وإمكانيات تعزيزه أكثر، أشاد المسؤولان بالحصيلة الإيجابية للجنة الاستشارية للدفاع، وأبرز أهمية التمرين السنوي المشترك الأسد الإفريقي، والذي يمثل رافعة أساسية لإنجاح قابلية التشغيل المشترك للقوات المسلحة. السيد لودي تطرق إلى الإعلان الثلاثي الذي تم توقيعه بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في دجنبر 2020 بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي جاء لتعزيز السلم والاستقرار في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما نوه باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة الكاملة على صحرائها. An opportunity today to lay a wreath at the mausoleum. Had an opportunity to have some very كانت لنا الفرصة اليوم من أجل النقاش والحديث حول عدد من القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي. تربطنا علاقات متميزة على مستوى التعاون العسكري المشترك، من بينها تمرين الأسد الإفريقي، والذي يظل أفضل تجسيد لقابلية التشغيل المشترك للقوات المسلحة للبلدين. أغتنم الفرصة كذلك لإبراز أهمية الدور الكبير الذي يلعبه المغرب باعتباره فاعلا في مجال السلم والاستقرار بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يجعلنا نعتز بالشراكة التي تجمعنا. in not only the region but on the continent of Africa and really in North Africa and really in the broader Middle East. ذات البلاغ أشار إلى أنه في اليوم نفسه بتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي بالخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال دارمي مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية. وأبرز البلاغ أيضا أنه خلال هذه المباحثات التي جرت بحضور رؤساء المكاتب بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ومسؤولين عسكريين أمريكيين ساميين وسفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد بالرباط، أعرب المسؤولان العسكريان عن ارتياحهما للحصيلة الإيجابية للجنة الاستشارية للدفاع. وفي هذا السياق جدد المسؤولان العسكريان التأكيد على إرادتهما في زيادة تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة في البلدين، كما أشارا إلى أهمية التمرين المشترك الأسد الإفريقي الذي يظل أفضل تجسيد لقابلية التشغيل المشترك للقوات المسلحة للبلدين. وبخصوص زيارته الأولى للقارة الإفريقية كرئيس لهيئة الأركان المشتركة، اغتنم الجنرال الأمريكي هذه المناسبة لإبراز أهمية الدور الذي تطلع به المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتبارها فاعلا في مجال الاستقرار والسلم لفائدة إفريقيا والشرق الأوسط. وخلص البلاغ إلى أنه في ختام هذا اللقاء جدد المسؤولان العسكريان التأكيد على عزمهما على توطيد هذه الشراكة التاريخية والنموذجية.
تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي استقبل الجنرال دو كور دارمي مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المسؤولين أعرب خلال هذه المباحثات عن ارتياحهما للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون العريقة، والتي تعززت بشراكة عسكرية استراتيجية تنظمها ترسانة قانونية هامة، من بينها على الخصوص خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020-2030 الموقعة في أكتوبر من عام 2020 بمناسبة زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمغرب. وقد أشاد المسؤولان بالحصيلة الإيجابية للجنة الاستشارية للدفاع، وأبرزا أهمية التمرين السنوي المشترك الأسد الإفريقي الذي يمثل رافعة أساسية لإنجاح قابلية التشغيل المشترك للقوات المسلحة. وفي اليوم نفسه وبتعليمات ملكية استقبل الجنرال دو كور دارمي بالخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط استقبل الجنرال دارمي مارك ميلي، وبخصوص زيارته الأولى للقارة الإفريقية كرئيس لهيئة الأركان المشتركة اغتنم الجنرال الأمريكي هذه المناسبة لإبراز أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس باعتبارها فاعلا في مجال الاستقرار والسلم لفائدة إفريقيا والشرق الأوسط. An opportunity today to lay a wreath at the mausoleum. Had an opportunity to have some very كانت لنا الفرصة اليوم من أجل النقاش والحديث حول عدد من القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي. تربطنا علاقات متميزة على مستوى التعاون العسكري المشترك، من بينها تمرين الأسد الإفريقي، والذي يظل أفضل تجسيد لقابلية التشغيل المشترك للقوات المسلحة للبلدين. أغتنم الفرصة كذلك لإبراز أهمية الدور الكبير الذي يلعبه المغرب باعتباره فاعلا في مجال السلم والاستقرار بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يجعلنا نعتز بالشراكة التي تجمعنا. In not only the region but on the continent of Africa and really in North Africa and really in the broader Middle East.